بص يا سيدي، قبل ما ندخل في تفاصيل الحفر والردم والذهب لازم نفهم الاول احنا بنتكلم عن ايه. احنا مش بنتكلم عن مجرد حكايه كنز مدفون زي اللي بنسمعها في الافلام القراصنه. احنا بنتكلم عن ثقب اسود على كوكب الارض، مكان بلع ملايين الدولارات وضيع اعمار مئات البشر وقد ارواح ستة لحد دلوقتي، والكل مستني الضحيه السبعه. جزيره البلوط دي جزيره صغيره جدا موجوده في مقاطعه اسمها نوفا سكوتشا. المقاطعه دي موجوده في كندا. لو بصيت عليها من فوق هتحس انها حته ارض هاديه جدا، شجر بلوط وميه وبحر، يعني مفيش حاجه مختلفه. بس تحت التراب اللي انت شايفه ده في ماكينه مرعبه، افخاخ مائيه وغرف سريه وكنوز ممكن تغير كل اللي احنا عارفينه عن التاريخ. الجزيره دي ما كانتش مجرد مكان للبحث عن الذهب، دي كانت مقبره لاحلام ناس كتير، مهندسين وعلماء كلهم وقعوا في غرام اللغز ده. والنهارده هنحكي لك الحكايه من اول طوبه حطت لحد احدث مسمار. تخيل معايا انك في سنه 1705 الدنيا لسه بك، والمحيط الاطلسي ده كان هو الانترنت بتاع زمان. طبعا كل الاخبار والكنوز والتجاره بتعدي من عليه، وفي وسط الموج ده في جزيره صغيره مخبيه سر. اللي عمله ما كانش عايز حد يوصل ليه للابد، وما كانش مجرد واحد بيخبي شويه ذهب، ده كان واحد يبني خزانه ابديه محميه قوانين الفيزياء والطبيعه. الجزيره دي هي التحدي الاكبر للانسان، هي المكان اللي العلم فيه يوقف عاجز، والتكنولوجيا بتغرس الطين، والخرافه فيه تبقى هي الحقيقه الوحيده. ليه في منصات خشب كل 10 قدم؟ ليه في آلاف جوز هند جايه من آلاف الاميال؟ ليه في حجر منقوش بيقول ان الكنز تحت بعد 40 قدم؟ لما تنزل تلاقي بحر وهو اللي مستنيك. الاسئله دي مش بس حيرت المغامرين، دي حيرت العالم. والنهارده احنا هنفتح الملف ده من اوله لغايه اخره. هنمشي مع دانيال وهو بيحفر اول حفره، وهنموت مع عائله كريستال وهي بتشم الغاز السام، وهنحلم مع ريك ومارت وهما بيصرفوا ملايين عشان خاطر الكنز. اربط الحزام بتاعك، جهز كوبايه الشاي تقيله طبعا، لاننا داخلين في رحله طويله جدا. بص يا سيدي، لو انت فاكر ان قصص الكنوز دي مجرد افلام سينما خيال مؤلفين زي انديانا جونز او ناشونال تريجر، اللي انت لسه ما سمعتش عن جزيره البلوط. الجزيره دي مش مجرد ارض وسط الميه، دي لغز بقاله اكتر من 200 سنه محير اذكى عقول البشر، من مهندسين لعلماء اثار وحتى رؤساء دول. الجزيره دي موجوده في مقاطعه نوفا سكوتشا اللي موجوده في كندا، ومساحتها صغيره جدا، يعني حوالي 140 فدان. بس الشهره جتها خلت العالم كله يبص عليها برعب وانبهار في نفس الوقت. الحكايه بدات في سيف هادي من ايام سنه 1705. في الوقت ده كانت كندا لسه بلاد بك، والناس عايشه على الصيد والزراعه، والقصص اللي كانت ماليه البيوت هي قصص القراصنه اللي كانوا بيملوا المحيط الاطلسي، والجرائم بتاعتهم وكنوزهم المنهوبه. بطل قصتنا في البدايه هيكون شاب مراهق عنده 16 سنه اسمه دانيال. دانيال ده ما كانش شاب عادي بيحب يلعب ويقضي وقته في اي حاجه، ده كان شاب عنده فضول بيحرك. والجزيره دي كانت بالنسبه ليه مكان للاستكشاف والمغامره. في يوم من الايام وهو بيتمشى الطرف الشرقي للجزيره لاحظ حاجه غريبه جدا وقفت شعره. كان في شجره بلوط ضخمه جدا شكلها قديم وكانها شاهده على تاريخ مجهول. دانيال لاحظ ان في غصن من اغصان الشجره دي مقطوع بشكل طرافي جدا، وكان في حد استخدم منشار مش مجرد كسر طبيعي. والاغرب من ده كله ان الغصن ده كان فيه اثار حكه قويه توحي ان كان فيه بكره او حبل ثقيل جدا متعلق فيه لفتره طويله. البكره دي اللي هي اللي بتحط فوق الابار عشان تطلع الميه او تطلع جردل او تطلع اي شيء. دانيال نزل عينيه تحت الغصن ده بالظبط ولقي الصدمه الثانيه. كان في منخفض دائري في الارض قطره حوالي 4 متر، وكأن الارض دي هبطت او حد حفرها وندمها تاني بشكل مش كان قوي. يعني في اللحظه دي خيال دانيال خده لبعيد، راح لقصص كابتن كين والكنوز المدفونه اللي الكل كان بيحلم بيه. دانيال ما رجعش البيت ونسى الموضوع، لا ده جرى جاب 2 من اعز اصحابه اللي اسمهم جون سميث وانطونيو فون. قال لهم يا جدعان انا لقيت مكان الكنز. 3 ما كدبوش خبر وجو معاه وجابوا ادوات معاهم عشان يحفروا، بس الادوات اللي كانت معاهم ادوات بدائيه جدا. وفعلا بداوا الحفر في المنخفض ده وهم قلبهم بيدق من الحماسه. كانوا متخيلين انهم هيلاقوا صندوق خشب مليان ذهب على عمق متر او 2 بالكثير، بس اللي حصل كان بدايه لدوامه ما خرجوش منيه هم ولا اللي بعديهم. المهم اول ما بداوا يحفروا لاحظوا ان التربه سهله جدا وكانها تربه مردومه، يعني واحد ردمها مش تربه طبيعيه ناشفه. وده اللي خلى حماسهم يزيد اكتر. وعلى عمق 2 قدم يعني حوالي 60 سم الادوات اللي جايبينها يحفروا بيها خبطت في حاجه ناشفه. شالوا التراب لقوها طبق من البلاطات
الحجرية المرصوصة بدقة متناهية جدا. البلاطات دي ما كانتش من صخور جزيرة، دي كانت صخور جاية من مكان تاني خالص. ده كان أول دليل مادي إن في إيد بشرية هي اللي عملت ده كله. المهم كملوا حفر بكل قوة عنديهم، وكل ما ينزلوا حماسة بتزيد، وعلى عمق والعمق 10 قدم يعني حوالي 3 متر. خبطوا في خشب شالوه. المهم شالوا التراب ولقوا منصة كاملة من خشب البلوط سميك مسدودة بإحكام في جدران الحفرة. المنصة دي كانت سليمة وقوية جدا وكأنها سك لغرفة تحتيها. شالوا الخشب وتوقعوا إنه يلاقوا الكنز تحت الخشب ده، بس لقوا فراغ هواء وبعده تراب تاني وعلى عمق 20 قدم يعني حوالي 6 متر. لقوا منصة خشب تانية تيبيكال زي الأولى وعلى عمق 30 قدم يعني حوالي 9 متر. لقوا منصة خشب تالت. في اللحظة دي الشباب بدأوا يحسوا إن الموضوع مش مجرد كنز مدفون خلاص، دي بنية تحتية هندسية. الحفرة دي معمولة بدقة مرعبة جدا. كل 10 قدم في سد خشب. دانيال واصحابه بدأوا يتعبوا جدا، بدأوا يحسوا بالملل والهم من التعب. الخوف بدأ يتسرب لقلوبهم لأن الجزيرة دي كانت مشهورة عنها إنها مسكونة، والناس كانت بتقول إن اللي بيجرب من أماكن معينة فيها بيختفي أو بيحصل ليه حاجة وحشة. الشباب وقفوا الحفر، بس الخبر انتشر في كل حتة. بدأت أسطورة الجزيرة تنتشر، أو أسطورة الكنز أو حفرة الماء. دانيال واصحابه فضلوا طول عمرهم باصين الحفرة دي حسرة لأنهم ما كانوش معهم الإمكانيات إنهم يكملوا، بس هم اللي فتحوا الباب اللي مفيش حد عرف يقفله لحد النهاردة. الحفرة دي ما كانتش مجرد بير، دي كانت تحدي من الماضي للمستقبل، وكان اللي حفرها يقول لو انتوا شطار تعالوا خدوا اللي تحت التراب. وإن بدأت الرحلة اللي ضيعت أعمار ملايين. وبعد حوالي 9 سنين من مغامرة دانيال وأصحابه، دانيال ما كانش قادر ينسى اللي شافه وفضل يحكي حكاية لكل حد يقابله لحد ما الكلام وصل لمجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال في المدينة. الناس دي كانت معاهم فلوس وعايزين يغامروا، فكونوا شركة. المرة دي الموضوع ما كانش شوية شباب بشوية معدات بسيطة، لا ده كان فيه عمال محترفين ومعدات حفر ثقيلة وتمويل كبير. وبدأوا فعلا بالحفر، ومن النقطة اللي وقف عندها دانيال 30 قدم، والعمال كانوا شغالين بنظام ودوريات، والكل كان عينيه على العمق اللي جاي. وكل ما ينزلوا 10 قدم كانت الصدمة بتتكرر. منصة خشب بلوط سد الطريق، بس المرة دي بدأوا يلاقوا أدلة تانية خلت المهندسين اللي معاهم يحسوا بالفضول أكتر والحيرة كمان، لأن عند عمق 40 قدم العمال بدأوا يطلعوا كميات ضخمة من ألياف جوز الهند. وهنا لازم نوقف الحكاية شوية ونفهم ليه ده كان لغز مرعب. كندا بلد برد جدا وما فيهاش شجر جوز هند خالص. أقرب شجرة جوز هند كانت موجودة في المناطق الاستوائية يعني في الكاريبي، يعني على بعد آلاف الأميال. ده معناه إيه؟ معناه إن اللي حفر الحفرة دي جاب شحنات كاملة وكبيرة جدا من ألياف جوز الهند من بلاد بعيدة وشحنها بسفن مخصوص عشان المهمة دي. الألياف دي كانت بتستخدم كحشوات فلاتر علشان مش بتعفن في المية وتقدر تستحمل الضغط. ده أثبت للمستثمرين إن اللي عمل الحفرة دي مش شوية قراصنة هربانين بيدفنوا كنز معاهم. العمال كملوا حفر وهم يطلعوا طبقات من الفحم وطبقات من المعجون طيني لحد ما وصلوا لعمق 90 قدم يعني حوالي 27 متر. وهنا ظهر أهم شاف في تاريخ الجزيرة لحد اللحظة دي، الحجر المنقوش. الحجر ده كان ضخم، لونه كان واخد اللون الزيت الغامق ومصنوع من مادة مش موجودة في الجزيرة أصلا. الحجر ده كان عليه رموز غريبة محفورة بدقة شديدة جدا وبشكل دوائر ومثلثات وخطوط متقاطعة مع بعضيها ونقط. العمال طلعوا الحجر وهم فرحانين واعتبروه الخريطة اللي هتوصلهم للذهب، بس المشكلة إن مفيش حد كان عارف يقرأ الرموز دي. الحجر ده فضل سنين طويلة مرمي محدش فاهم منه حاجة، لحد ما واحد متخصص في اللغات القديمة فك الشفرات اسمه جيمس نيتشي قدر يفك الرموز دي باستخدام نظام التعويض. والنتيجة كانت الجملة اللي خلت كندا كلها تتجنن. الجملة دي كانت إن على عمق 40 قدم للأسفل يوجد 2 مليون جنيه استرليني مدفونين. دي كانت مكتوبة على الحجر اللي لقوه. تخيل بقى حال العمال والمستثمرين لما فكوا شفرة الجملة دي. 2 مليون جنيه استرليني، الكلام ده في سنة 1804 يعني مليارات من الدولارات بحسبة النهاردة. طبعا الحماس وصل لمرحلة الجنون، والعمال بقوا يحفروا وهم بيغنوا ومستنين اللحظة اللي يلمسوا فيها صناديق الكنز. العمال وصلوا لعمق 93 قدم وبدأوا يحسوا ان الارض تحتهم طرية قوي وطينية وكأن في فراغ. وهنا قرروا ان يوقفوا الحفر عشان الدنيا ليلت، وفعلا رجعوا في الصبح يكملوا.
كملوا لقوا ان ال37 قدم اللي كانوا فاضلين عشان يوصلوا للكنز حسب المكتوب في الحجر اللي لقوه الصبح كانت الصدمه اللي ما كانتش على البال. العمال راحوا عشان يكملوا الحفر، لقوا البير ملا ميه لعمق 60 قدم. حاولوا يشفطوا الميه دي بكل الطرق، جابوا مضخات وجابوا عمال ومزحوا بالجرادل حتى، بس ما فيش فايده. كل ما يشيلوا جرد الميه البير بيتملي تاني في ثواني كمان، وكان في حنفيه مفتوحه تحت الارض. اكتشفوا بعد كده الحقيقه المره، اللي حفر الحفره دي ما كانش بس عايز يخبي الكنز، ده كان عايز يقتل اي حد يحاول يوصل له، لاني بنى نظام قنوات ري بشكل عبقري. القنوات دي بتبدا من شاطئ البحر على بعد 500 قدم وبتمشي تحت الارض بميل معين لحد ما توصل للبير. القنوات دي متغطيه بصخور والياف جوز الهند عشان ما تسدش بالرمال، واول ما حد يوصل لعمق معين ويشيل طبقات الحمايه الضغط بيخلي ميه البحر تندفع بغزاره شديده جدا للبير. يعني ببساطه طول ما في محيط اطلسي مليان ميه البير ده هيفضل مليان ميه برضه. دي كانت الهندسه الشيطانيه اللي ما كانش حد يتخيلها في الوقت ده. المهم الشركه المستثمرين كونوها فلست، والمستثمرين خسروا كل فلوسهم، والجزيره كسبت الجوله الثانيه بكل جداره، والشركه مشت. بعد مرور السنين وفشل الشركات بدأت تظهر في الجزيره اسطوره مرعبه. الناس بقت تتداول بهمس وخوف. الاسطوره بتقول ان جزيره البلوط مش هتطلع سرها الا لما 7 اشخاص يموتوا في سبيل البحث عن الكنز. في البدايه الناس المثقفه طبعا والمهندسين كانوا بيضحكوا على الكلام ده ويقولوا دي خرافات، بس مع مرور الوقت الواقع بدأ يسيطر. صفحات من الدم خلت الكل يسكت ويراجع نفسه. الجزيره ما كانتش بس بتبلع فلوس وتخسر شركات ومستثمرين في سبيل البحث عن الكنز، لا دي بدأت تطلب ارواح. كل ضحيه كانت بتوقع كانت بتزود الغموض ان في قوه خفيه او لعنه قديمه بتحمي المكان ده. لان في سنه 1861 في شركه اسمها شركه اوكلاند قررت انها تنهي اللغز ده للابد. جابوا احدث تكنولوجيا في العصر ده اللي هي المضخات البخاريه الضخمه. كانوا مقتنعين ان قوه البخار هي اللي هتهزم ميه المحيط. العمال كانوا شغالين ليل ونهار في بناء منصات المضخات دي جنب البير الاصلي، وفي يوم مشؤوم والعمال بيحاولوا يزودوا ضغط البخار عشان يشفطوا الميه اللي هي مش عايزه تخلص. غلايه المضخه انفجر فجاه. الانفجار ده كان مرعب، قطع الحديد طارت السماء في كل حته والدخان ملى المكان، وواحد من العمال اتصاب اصابه مميته ومات في الحال وهو بيصرخ وسط زمايله. دي كانت اول نقطه دم تسيل على ارض الجزيره. بعد حوالي 36 سنه كان في شركه تانية شغاله، المره دي كانوا بيحفروا ابار جانبيه عشان يحاولوا يوصلوا للكنز من الجنب يعني ويبعدوا عن الفخاخ المائيه. كان في عامل شاب ومكافح كان شغال في بير عميق، وفي نهايه الورديه بتاعته كان طالع في سله اللي بيشيلوا فيها العمال ويطلعوهم لفوق، اللي هي بتشدها حبل وبكره. وهو في نص المسافه فجاه الحبل اتقطع. الناس اللي واقفه فوق سمعوا الصراخ بتاعه لحد ما خبط في البير من تحت. البير اللي كان ضلمه جدا واللي كان مليان صخور وميه. العامل مات في الحال والعمال رفضوا ينزلوا البير ده تاني، وبقت النتيجه 2 فاضل 5. ولو في قصه تقطع القلب بجد في تاريخ الجزيره فيها قصه روبرت ريستال. ما كانش مجرد باحث عن كنز، ده كان راجل عاشق اللغز. في سنه 1959 روبرت باع كل ما يملك في مدينه اونتاريو وخد مراته واولاده وجاي عاش كوخ صغير جدا بدائي على الجزيره. كان حلمه انه يحل اللغز ويأمن مستقبل ولاده وعيلته. روبرت فضل يحفر 6 سنين كامله بامكانيات بسيطه جدا، بس اصراره كان عامل زي الجبل. وفي يوم 17 اغسطس سنه 1965 كان روبرت شغال في البير وعند نقطه معينه فجاه روبرت شم غاز، والغاز ده كان كبريتيت هيدروجين سام اللي هو كان محبوس تحت الارض بسبب تحلل الخشب القديم. روبرت فقد الوعي ووقع في الميه اللي هي موجوده في قاع البير اللي شغال فيه بحفر. ابنه على طول كان عمره 18 سنه شاف ابوه بيوقع فصرخ على طول، بدا ينزل وراه بسرعه عشان ينقذه، فاستنشق الغاز ده. هو كمان فقد الوعي ووقع جنب ابوه. 2 عمال كمان نزلوا وراهم عشان يلحقوا الاب والابن، والنتيجه كانت كارثيه. 4 مات في دقيقه واحده. مراته وقفت فوق البير وشافت حلمهم وحياتهم وعيلتها بتتدمر في لحظه واحده. الحادثه دي هزت كندا كلها، خلت الناس تتساءل برعب هل في كنز الدنيا يستاهل كل الدم ده؟ وبكده وصل عدد الضحايا ل6 اشخاص، وبحسب الاسطوره فاضل 1 بس عشان الجزيره دي تفتح ابوابها وتطلع السر اللي جواها. الرعب ده ما كانش بس بسبب
بسبب الموت، ده كان بسبب الغموض. ليه كل ما حد يقرب من السر الجزيرة تطلب ثمن غالي؟ هل فعلا في حارس للمكان ولا هي مجرد حوادث ناتجة عن التهور؟ مفيش حد عارف، بس الأكيد إن الضحية السبعة بقت هي بعبع اللي بيخوف أي حد يفكر يحفر في جزيرة البلوط. السؤال اللي بيحير أي حد يسمع قصة جزيرة البلوط هو مين اللي عنده القدرة والعلم والوقت إنه يبني نظام معقد زي ده؟ في زمان ما كانش فيه كهرباء ولا حفارات ولا أي شيء، كان الموضوع بدائي جدا. مين عنده القدرة إنه يعمل كده والوقت كمان؟ وليه عمل كده؟ إحنا مش بنتكلم عن مجرد حفرة، إحنا بنتكلم عن حصن تحت الأرض محمي بالبحر. النظريات كتير وكله بيقول اللي عنده، وكل نظرية فيها الحقيقة والخيال. تعالوا نمسكهم واحدة ورا التانية ونحلل كل نظرية. أول نظرية بتقول إن ده كنز القراصنة، ودي أول حاجة جت في بال الناس. قال لك في القرن ال 17 أو ال 18 القراصنة كانوا مليين في المنطقة دي، وأشهر اسم ارتبط بالجزيرة هو الكابتن كين. كابتن كين كان قرصان مشهور جدا، وقبل ما يتعدم في لندن سنة 1701 إنه اتعدم. قال جملة خلت الناس تتجنن، قال إن كنزي مدفون في مكان مفيش حد يقدر يوصل له غيري أنا والشيطان. دي الجملة اللي هو قالها قبل ما يعدموه. الناس بتقول إنه دفن الفلوس اللي نهبها كلها أو سرقها في جزيرة البلوط، ده كلام الناس. بس في مشكلة كبيرة في النظرية دي. القراصنة كانوا بتعود بحر، يعني آخرهم يعملوا حفرة عادية جدا، يحطوا فيها صندوق ويدفنوا الصندوق ويحطوا علامة على شجرة وخلاص. ما عندهمش القدرة والتخطيط والفكر إنهم يعملوا القنوات المائية والشغل الكبير ده، أو يبذلوا المجهود الجبار في الحفر ده، أو يكون عندهم التخطيط الجبار ده، لأن ده شغل المهندسين مش شغل قراصنة. بدأ الناس يدوروا على نظرية تانية. فالنظرية اللي بعد كده جت في دماغ الناس إنه ممكن يكونوا فرسان الهياكل. دي بقى النظرية اللي واخدة أكبر اهتمام دلوقتي. فرسان الهياكل مين هم؟ كانوا أغنى وأقوى منظمة في العصور الوسطى. لما ملك فرنسا فيليب الوسيم قرر يقضي عليهم ويصادر فلوسهم في سنة 1307، في سفن كتير هربت من ميناء روشيل الموجود في فرنسا وهي شايلة كنوز جبارة. السفن دي اختفت ومحدش عارف راحت فين. النظرية بتقول انهم عبروا المحيط الاطلسي قبل كولومبوس ب 200 سنة، لان كولومبوس هو مكتشف الامريكتين، ووصلوا لنوفا سكوتشا اللي هي مكان الجزيرة يعني. وبما انهم كانوا بيعرفوا يبنوا ومهندسين وعباقرة، فبنوا حفرة المال او حفرة جزيرة البلوط عشان يخبوا فيها اغلى ما يملكون. والكنز هنا مش بس ذهب، ده ممكن يكون تابوت العهد او الكاس المقدسة او مخطوطات. وفي السنين الاخيرة واللي اثبتت التحاليل انه في القرن ال 13 ومن فرنسا، وخلى النظرية دي هي الترند حاليا. لكن في نظرية ثالثة بتقول لا، الموجود في الجزيرة هي مجوهرات ماري أنطونيت والتاج الفرنسي. قالت أثناء الثورة الفرنسية الملكة ماري أنطوانيت كانت عارفة أن نهايتها قربت هتخلص، وقال إنها جمعت أغلى مجوهرات عندها وبعثتها مع واحدة من وظيفتها المخلصات يعني في سفينة متجهة لكندا. الوظيفة دي بمساعدة ضباط في الجيش الفرنسي الوقت دفنوا المجوهرات دي في جزيرة البلوط. ده بيفسر ليه الباحثين لقوا في بعض العينات فصوص حجار كريمة وقطع ذهبية صغيرة جدا تشبه اللي كانت موجودة في تيجان الملوك. الحاجات دي كانت عينات لقوها على السريع كده في الجزيرة. وفي نظرية رابعة تقول لا، اللي موجود ومدفون في جزيرة البلوط هي مخطوطات شكسبير. النظرية دي واخدة طريق خالص بعيد، بتقول ان فرانسيس بيكون اللي هو الفيلسوف والسياسي الانجليزي هو اللي كتب مسرحيات شكسبير الحقيقية، طبعا انه كان عضو في منظمة سرية وكان خايف ان المخطوطات الاصلية تضيع او يتولح فيها، فقرر يدفنها في مكان مستحيل ان اي حد يوصل ليه. فدفنها في صناديق مبطنة بالرصاص محمية بمواد كيميائية مائية في جزيرة البلوط. دي نظرية طبعا. اللي قوى النظرية دي انه فعلا لقوا قطعة من جلد الغزال عليها حروف مكتوبة بحبر قديم جدا، وده نوع الورق اللي كان بيستخدم في المخطوطات في العصور الوسطى. لكن في نظرية خامسة بتقول في سنة 1762 الإنجليز حاصروا مدينة هافانا في كوبا اللي كانت تابعة لأسبانيا في الوقت ده، وخدوا منها كنوز جبارة من الذهب والفضة. يقال إن مجموعة من الضباط والمهندسين في الجيش البريطاني قرروا يسرقوا جزء من الكنز ده نفسيهم طبعا ويخبوه في مكان بعيد، فاختاروا جزيرة البلوط إنها كانت بعيدة وهادية، واستخدموا علم الهندسة العسكرية في بناء الفخاخ المائية والآبار تمويه. دي النظرية الأكثر منطقية من الناحية الهندسية طبعا. لنظام الفخاخ المائية
بيشبه جدا أنظمة الدفاع اللي كانت بتتعمل في الحصون البريطانية في القرن ال18. كل نظرية من دول ليها دليل وليها ثغرات، بس الحقيقة إن اللي عمل الحفرة دي كان عايز يوصل رسالة واحدة بس، اللي تحت التراب البير اللي على جزيرة البلوط أغلى من حياتكم، ومش أي حد يقدر يوصل ليه بكل سهولة. والجزيرة لسه حافظة على سرها، وكأنها بتطلع لسانها وبتضحك على كل المحاولات الفاشلة عشان توصل لتحت التراب. وخلينا نروح على سنة 2006. في الوقت ده دخل الجزيرة 2 اخوات غيروا قواعد اللعبة بالكامل خالص، وخلوا العالم كله يتابع اخبار الجزيرة اسبوع ورا اسبوع. الاثنين دول كان اسمهم ريك ومارتي، اخوين. ريك كان شغال في مصلحة البريد الامريكية، ومارتي كان مهندس ورجل اعمال ناجح جدا ومعاه سيولة مالية يعني ضخمة. الحكاية بدأت لما ريك كان عنده 11 سنة وقرأ مقال عن جزيرة البلوط في مجلة، ومن اللحظة دي ريك بقى مهووس بالجزيرة. فضل الحلم يكبر معاه لحد ما بقى رجل كبير، وقدر يقنع اخوه مارتي انهم يشتروا اغلب الجزيرة ويبدأوا اكبر عملية بحث في التاريخ. اللي عملوه ما كانش حد يقدر يعمله قبل كده. هما ما كانش بس بيحفروا، هما كانوا بيستخدموا العلم بكل قوته. جابوا حفرات ضخمة بتنزل مواسير قطرها 1.5 متر لعمق بيوصل ل 200 قدم، وبيطلع كل اللي في باطن الارض عشان يفحصوا التربة حتة حتة. وباستخدام تحليل الحمض النووي اللي هو DNA لقيوا قطع عضو بشري على عمق 160 قدم. دول بعتوها لأكبر معمل تحاليل في العالم، والنتيجة كانت صدمة. العظم ده يرجع لشخصين، واحد أصوله من الشرق الأوسط والتاني من أوروبا. وده فتح سؤال جديد، ايه اللي جاب واحد من الشرق الاوسط يموت في حفرة في كندا من مئات السنين؟ الحمض النووي DNA هو اللي قال كده. قرروا يعملوا مسح زلزالي عشان يشوفوا الفراغات اللي تحت التربة، فعملوا تفجيرات صغيرة في الارض عشان يستقبلوا موجات. الموجات دي هيرسلوا بيها خريطة للفراغات اللي تحت الارض والغرف السرية من غير ما يحفروا، يعني من خلال الذبذبات اللي هترجع من التفجيرات اللي هيعملوها هيقدروا يرسموا خريطة للفراغات والغرف اللي هي موجودة تحت الارض ما يتعبوا نفسهم يعني. وفي خلال ال 15 سنة اللي فاتت ريك ومارتي الأخوان لقوا حاجات غريبة خلت الناس اللي بتشك في الموضوع بتكذبوا يسكت. لقوا إيه؟ لقوا الصليب الرصاصي، دي الجوهرة بتاعة الاكتشافات بتاعتهم، الحتة الجامدة بتاعتهم. صليب صغير مصنوع من الرصاص. أثبتت التحاليل إنه من القرن ال13 ومصنوع من الرصاص جاي من مناجم في فرنسا، كانت ملك لفرسان الهياكل. وده كان أول دليل مادي حقيقي بيربط الجزيرة وفرسان الهياكل، ومش مجرد كلام نظري وخلاص أو نظريات. كمان لقيوا فص أحجار كريمة وعشرات العملات المعدنية القديمة اللي بترجع لتواريخ قديمة مختلفة. وده أثبت أن الجزيرة كان فيها نشاط بشري مستمر ومكثف على مدار قرون، مش مجرد زيارة واحدة وخلاص. والاكتشاف الثالث أن ريك كان دايما شاكك في المستنقع، وبالبحث اكتشفوا أنه مستنقع صناعي، يعني المستنقع ده عملوه ناس بشر مش طبيعي. حد ردم جزء من البحر وعمل الشكل ده، شكل المستنقع. وتحت الطينة لقوا طريق صخري مبني بدقة، وكأن فيه سفن كانت بتيجي تفرغ حمولتها هنا بشكل سري. ورغم كل الملايين اللي صرفوها الأخوين واللي بتقدر بأكتر من 30 مليون دولار، ورغم كل المعدات اللي هي غرزت المواسير بتاعتها والمواسير اللي اتكسرت، الحفرة لسه بتبلع كل حاجة، المية لسه بتغرق البير، والكنز الكبير صناديق الذهب لسه ما ظهرش. بس ريك دايما بيقول جملة شهيرة، الموضوع مش بيتعلق بالذهب. الجملة بتاعت ريك، الأمر متعلق بكتابة التاريخ. ريك ومارتي حولوا الجزيرة من مقبرة للأحلام لمعمل عالمي مختبر يعني. وبسببهم بقى في ملايين من الناس في كل حتة في العالم، بما فيهم إحنا دلوقتي، عارفين قصة جزيرة البلوط ومستنيين اللحظة اللي تطلع فيها الحقيقة للنور. وهل ريك ومارتي هم اللي هيكسروا اللغز ده، ولا الجزيرة هتفضل صمت ومحافظة على السر بتاع حد الضحية السبعة زي ما الأسطورة بتقول؟ لو بصينا على الجزيرة بنظرة هندسية بحت هنكتشف إننا مش قدام مجرد حفرة، إحنا قدام تحفة معمارية مدفونة تحت الأرض. السر الحقيقي مش في اللي يستخبي تحت الأرض، السر الحقيقي إزاي استخبى، إزاي بنوا الهندسة العبقرية دي، إزاي صمموها، إزاي خططوا ليها في وقت ما عندهمش إمكانيات ولا عندهم شيء، وليه عملوا كده. تخيل معايا أنت في القرن ال17 ومعكاش غير أدوات بدائية، إزاي تقدر تحفر قناة طولها 500 قدم، تبدأ من تحت مستوى سطح البحر وتمشي بميل دقيق جدا لحد ما توصل لبير عمقه 90 قدم. مش بس كده، القناة دي لازم تكون متغطية بطبقات من الصخور المرصوصة عشان المية تمشي فيه والرمل
ما يستاهلش، لان الجزيره رمليه وفوق الصخور دي تحط طبقات من الياف جوز الهند عشان تقوم بدور الفلتر، تفلتر الميه من الرمل عشان ان المرات دي ما تسد. المهندسين اللي حللوا النظام ده قالوا انه مستحيل يكون اتعمل بالصدفه، ده شغل ناس دارسين هيدروليك وميكانيك. والهدف من النظام ده مش بس انه يغرق البير، الهدف انه يخلي اي محاوله للحفر مستحيله، لانك كل ما تشيل الميه الضغط بيزيد والمحيط بيبعت ميه تانية. والحل والمفتاح انك تسد القنوات دي من البحر نفسه، من المنبع. وطبعا دي اصعب حاجه ممكن تتعمل، الناس حاولوا يعملوها كتير. في واحد اسمه فريد قضى 50 سنه من عمره في الجزيره. فريد ما كانش بيحفر مع الناس اللي بتخش الجزيره وتحفر، لا، فريد كان بيرسم ورسم خريطه لكل حفره، كل شجره في الجزيره، واكتشف حاجه خلت العالم كله مذهول. لقى 6 صخور ضخمه جدا، وزن الواحد منها بيوصل لاطنان، مترتبه بدقه متناهيه جدا على شكل صليب طوله اكثر من 300 متر. الصليب ده مش بس شكله حلو، ده بيشاور بدقه، يعني بدقه زي الليزر كده على مكان حفره الاموال. والاغرب من كده ان الزاويه بين الصخور دي بتطابق زاويه فلكيه معينه وبتربط مواقع النجوم في القرن ال 13 وال 14. ده معناه ايه؟ معناه اللي عمل كده ما كانش بس مهندس، ده كان عالم فلك ومساح عبقري. ده اللي بيخلي الناس بتميل بشكل قوي لنظريه الفرسان الهياكل، لان المنظمات دي كانت بتهتم جدا بالرسوم الهندسيه والفلكيه لبناء معابدهم وكنوزهم. جزيره البلوط هتفضل المكان لكل واحد بيحلم المستحيل، هي المكان اللي بيثبت لينا ان الانسان القديم كان اذكى بكتير من اللي احنا متخيلينه، وكان عنده اسرار احنا بنحاول نفهمها لحد النهارده. السر اللي في الجزيره ممكن يكون ذهب، فضه، مليارات الدولارات، نهب، قراصنه او جيوش، تاريخ مفقود، مخطوطات دينيه وادبيه غير مفهومنا للعالم زي تابوت العهد او مسرحيات شكسبير. رساله من الماضي تثبت ان في حضارات او منظمات وصلت لامريكا قبل كولومبوس قرون. الجزيره لسه ساكته والمحيط لسه يبعت ناس بتموت كل يوم عشان يحمي تحت. ريكو مارت لسه عندهم امل، والعالم كله مستني لحد اللحظه دي ما تيجي. هتفضل جزيره البلوط هي اعظم قصه وموت عرفها البشر. لو رحت هناك النهارده هتشم ريحه شجر البلوط قديم، تسمع صوت البحر وهو بيخبط الصخور، وهتحس ان الارض دي بتهمس ليك وتقول لك السر لسه هنا، بس هل انت مستعد تدفع الثمن القصه؟ بس اللغز لسه ما خلصش. قبل ما نوصل لعصر التكنولوجيا طبعا والاخوين، في عشرات الاشخاص اللي ضيعوا حياه فلوسهم في الجزيره دي، وقصصهم ما اتحكتش بالشكل الكافي، وما كانوش مجرد باحثين عن كنوز، دول كانوا مجانين للجزيره. لان في سنه 1931 جه واحد اسمه ويليام ما كانش غريب عن الجزيره، ابوه كان شغال فيها قبل كده قبل 40 سنه. ويليام جاب معاه معدات حفر ثقيله، بدا يحفر في البير، بدا يحفر بئر ضخم قطره حوالي 4 متر على عمق 127 قدم. ويليام لقى حاجه غريبه جدا، فاس حديديه قديمه جدا ومرساه سفينه اللي كان بيستخدمه عمال الحفر، حفر المناجم في منطقه كورونال في انجلترا. الاكتشاف ده كان صدمه، لان الادوات دي كانت مدفونه تحت طبقات الارض الاصليه. ده معناه ان في عمال مناجم محترفين كانوا شغالين بيحفروا في الحفره دي قبل 1795. والسؤال هنا، مين اللي جاب عمال مناجم من انجلترا؟ مين اللي جابها كندا عشان يحفر في جزيره مهجوره في كندا؟ وليه سابوا ادواتهم وراهم؟ ويليام فضل يحفر لحد ما وصل لعمق 163 قدم، بس الميه غرقته هو كمان وفلس ورجع بيته وهو بيحلم بالادوات اللي لقاها والدليل اللي حصله. واحنا في سنه 2026 لسه العالم كله عينه على جزيره البلوط. ريكو مارت مش بس مستمرين، ولا بقوا جزء من تاريخ الجزيره. المسلسل بتاعهم بقى واحد من اشهر المسلسلات الوثائقيه في التاريخ، وده وفر ليهم تمويل جبار خلوهم يكملوا حفر لعشرات السنين الجايه. اللي هيحصل لو لقوا الكنز فعلا؟ قانون كندي بيقول ان اي كنز بيتلقي الحكومه بتاخد نسبه كبيره منه والباقي بيتوزع على اصحاب الارض. بس ريك قال اكتر من مره لو لقينا حاجه تاريخيه مكانها هو المكن مش جيوبنا. ريكو مارتي مش بيدوروا على الفلوس، هم بيدوروا على الحقيقه. حاليا دلوقتي في محاولات باستخدام الذكاء الصناعي لتحليل كل الخرائط والبيانات اللي اتجمعت على مدار 200 سنه اللي فاتت. الكمبيوتر بيحاول، الاي اي والذكاء الصناعي بيحاول يتوقع اماكن الغرف السريه بناء على حركه الميه وضغط التربه. كمان في طيارات درونز
مزوده بكاميرات حراريه واجهزه استشعار بتقدر تشوف فراغات اللي تحت الارض بعمق يوصل ل 300 قدم. يعني احنا دلوقتي في سباق بين التكنولوجيا الحديثه وبين الهندسه القديمه. هل المهندس اللي بنى الفخاخ دي المائيه في القرن ال17 كان عامل حسابه ان في يوم من الايام هيجي بشر معاهم اجهزه بتشوف ورا الحجر؟ على الاغلب انه كان عامل حسابه ان الفخاخ المائيه فيزيائيا يعني ميه وضغط، ودي حاجات ما تاثرش بالتكنولوجيا، هي هتفضل تغرق اي حد يحاول يلمسها. كل ما ريك ومورتي يبداوا عمليه حفر جديده الكل بيحبس انفاسه. الاسطوره بتقول 7 لازم يموتوا، واحنا دلوقتي عند رقم 6. هل ممكن واحد من الفريق الحالي يكون الضحيه ال7؟ سؤال. ولسه سر غرفه المال او غرفه جزيره البلوط لسه ما طلعش للنور. منتظرين التكنولوجيا الحديثه والاي اي والذكاء الصناعي، الحاجات دي ممكن تحل او ممكن تساعد او ممكن توصلنا للجزء، الله اعلم. تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس لو انت مش مفعله. واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه وربنا يحفظكم جميعا.